السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. فيديو جديد وقصة جديدة في قناتكم قصص واقعية. قصتنا ديال هذا اليوم قصة واقعية وكتصل بزاف ديال الناس. غادي نبداو الحديث ديالنا والقصة ديالنا من واحد البنت كانت متصاحبة مع واحد الدري وفوتت معه سنين. كتمشي عنده للدار، كتصبلو كطيبلو، معاشراه بحال اي زوج وزوجه. ديما كتقول لولد الناس انا عييت بغيت نتزوج، هادشي اللي راح نديروه في الحرام نديروه في الحلال. كيقول لها غير صبري، انا داكشي اللي راني مخطط له مازال ما وصلت له. ديما نفس الكاسيطه. واحد النهار وهي خارجه من تما وكتخمم في الموضوع ديالها هي وصاحبها، وهو يريضها واحد الدري. قال لها مالك كتخمي؟ قالت له غير شي مشاكل. قال لها انا غادي نجيك من التالي، عجبتيني وباينه فيك بنت الناس وانا ناوي المعقول بغيت الزواج. بقات كتفكر، قالت له الا ناوي المعقول مرحبا، ولكن ما غاديش نعطيك هاد الساعه الجواب، غادي نهضروا ما بيناتنا بالتليفون ونتفاهموا. صافي عطاتو النمره ومشاو بقاو يهضروا بيناتهم. داك الدري ساكن هو الام ديالو والاخ ديالو. الدري الله يعمرها دار مربي خوه، واخا مسالي لا خدمه لا ردمه، ولكني بدا يراد في الدنيا كيفهم القوالب. داك السيد كيجي من الخدمه ديما عيان ديما ناعس. الام ديالو كتقول له مالك غير ديما ناعسه ولدي، نوض حتى انت جمع معانا هضر معانا. قالها الوالده راني كنجي عيان وماشي خاطري. واحد النهار جا عند الام ديالو قال لها راني ناوي الحلال مع وحده وراها عجبتني وها شنو صاري. قالها غادي نمشي معاها دابا، غادي نخرج معاها وغادي نتفقوا نقول لك شنو كاين. هذيك هي مشى بقى يتسناها. ديك السيده مشات عند داك الصاحب ديالها قالت له خص ضروري تلقى معايا حل، خصنا نتزوجوا. قال لها واش انا راني هبيل نتزوج مع وحده جابت معايا سنين وكتمشي معايا للديور كيما درتي معايا غادي ديري مع واحد اخر. بقات كتشوف، قالت له كيفاش انا راه حيت كنبغيك كندير معاك داك الشيء. قال لها انا ما نتيقش في وحده رخصت راسها. الراجل قلب عليها وقال لها ما نشرفش باش نتزوج وحده موسخه بحالك، واخر مره غادي تدوري بيا. صافي قطع لها الياس، مشات عند داك السيد وقالت له راني قابله الزواج. رجع داك السيد عند الام ديالو وقال لها صافي راه حنا تفاهمنا على الزواج، غادي نجيبها والبنت ما عندهاش الوالدين، غادي نديرو داك الشيء بيناتنا ونجيب مرتي. داك صاحبها في نفس الوقت اللي كان معاها كان مع واحده اخرى، كان يتمشى معاها وبغاها وقال لها غادي نتزوج بيك. هو اللي كان يبادر للزواج وديك البنت كتقول له ماشي دابا ماشي دابا. المهم هذيك صاحبته تزوجات ومشات لدارهم، والاخ ديالو ما طمنلهاش، قال انا هاد السيده ما عجبانيش شي حاجه تحت راسها. في الاول كانت مزيانه ويعني مهلي فيها راجلها وداير لها كل شيء. ملي كتقول له خرجني كيقولها راني عيان، قعد معايا راني عيان، ديما ناعس. كتقول له كيفاش ديما ناعس، واش انا المراه ديالك ولا ما فهمتش. واحد النهار قالت له يلا نخرجوا، كان موعدها باش تخرج معاه ويشري لها صوالح. ملي جا من الخدمه قال لها راني عيان بغيت ننعس. صافي ما عجبهاش الحال، بقات كتغوت. قالت له ما يمكنش انا مرتك ولا حاسبني غير بحال شي حاجه في الدار هنا. قال لها المهم انا غادي نعطيك الفلوس وراكي عارفاني عيان، غادي غير نرتاح ننعس شويه، سيري انت تقضي اللي بغيتيه. مشات عند عجوزتها قالت لها يلا هي معايا. قالت لها عجوزتها لا ما نقدش انايا عيانه. المهم خرجت وهي تلاقى مع داك صاحبها الاول، قالها فلانه السلام بخير. صافي غير شافتو المرحن القلب ديالها. قالت له انت اللي خليتني، انت اللي سمحت فيا. قال هاني توحشتك وسمحي لي. قالها توحشتك، بغيتك تمشي معايا دابا للدار. هي ما كانتش من العاجزين، قالت له حتى انا توحشتك. صافي مشاو للدار وقعدوا مع بعضياتهم. تعطلت داك النهار.
الام ديال العجوزه ديالها بقات كتسناها هي والولد ديالها. مالها داك خو الراجل قالها ما واش كاين شي واحد هو ناعس في الدار والمراه ديالو ما عارفاش فين راها لحد الان، راها في الزناقي، هادشي ما كيطمنش. المهم جات روطار، بقى كيغوت عليها راجلها، قال لها فين كنتي؟ قالت له غير هنايا وماشي سوقك، انت ما بغيتش تخرج معايا ما تحاسبنيش. ناض الغوات بيناتهم. الاخ ديالو قال له هادشي اللي راكم ديروه ما كيعجبش. صافي المهم قعدت واحد الايامات، واحد الشهر، وهي تثق بلي انها حامله. قالتها لراجلها وعجوزتها فرحوا، وحتى هي فرحت، ولكن قعدت ايامات وصونت على داك صاحبها. قالت له راني حامله وخصك دير معايا حل، انا غادي نطلق من راجلي وغادي تزوجني نتايا. قالها شوفي بنت الناس، انا راني تزوجت ودرت وليداتي وانتي راكي مزوجه وما رانيش هبل وحده كتخون راجلها غادي نتزوجها انايا. قلب عليها المره الثانيه، بقى فيها الحال وقالت انا اللي هبيله تيقتك. المهم فاتت حتى ولدت بنيه. ديك البنيه غير ولدتها بقات ديما مريضه. قالت لها العجوزه ديالها مال هاد البنيه ديالك ديما زرقاء وديما فشلانه، ما تشرب لا حليب لا والو، ضروري خصك تديها للطبيب. هزتها وداتها للطبيب، داروا لها التحاليل، لقاو عندها واحد المرض نادر كيجيب الوراثه. رجعتها للدار، قالت للزوج ديالها راه عند بنتي مرض نادر، وقال لي راه نتاع الوراثه هاد الشيء. انا درت التحاليل، قالت له ما خرج فيا والو، خصك ضروري دير انت التحاليل. قال لها واخا، على بنيتي ندير كلشي. دوز عند الطبيب الاول، دوز عند الطبيب الزاوج، ورجع للدار. عيط لها قال لها فلانه. قالت له شنو؟ بقى يغوت عليها، قال لها هاد البنت بنت من؟ قالت له كيفاش بنت من؟ بنتي انا وياك. قال لها ما تبقايش تلعبي عليا، انتي خائنه، وانا درت فيك الثقه وجمعتك ودرتك في داري. انا راني دوزت عند الطبيب وقال لي انت ما كتولدش. بقات مصدومه وهي تفكر انها دارت علاقه مع داك صاحبها، وملي راجلها ما كيولدش يعني الولد ديال صاحبها. جات الام ديالو بقات تسمع داكشي اللي قال لها ما انا ما كنولدش وهاد المسخه كانت تخوني. قال لها دابا ما غاديش نوسخ يدي فيك، غادي تهزي بنتك وغادي تمشي والورقه ديالك توصلك. صافي هزت البنت ديالها بلا بالسكات لا غوات لا والو، حيت عرفت راسها دايراها. مشات كتقلب على داك صاحبها، مشات للدار ديالو، هو جا خارج، تعرضت له، قالت له لازم دير معايا حل، انا ديك البنت ماشي بنت راجلي وراها بنتك انت. قالها انا تزوجت وما تجيش ديري لي المشاكل، وإلا طلقتي انا ماشي سوقي فيك. بقات كتزوق وتقول له هذه راها بنتك، دير معايا حل. نكرها بحال اللي ما كيعرفهاش. الزوجه ديالو جات خارجه، قالت له شكون هادي؟ قال لها غير وحده بغات الصدقه. عطاها الفلوس في يديها وقال لها الله يعاونك والله يشافيك، بحال اللي ما كيعرفهاش، ومشى وخلاها. وهي بقات كتبكي وقالت لها انا اللي خرجت على راسي وانا اللي غلطت ونتحمل غلطي. بقات في الزناقي كدور. وحتى لهنايا كملت القصه ديالنا. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من الدعم ديالكم باللايكات. خليت لكم الراحه، والى فيديو قادم وقصه جديده. السلام عليكم.